بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا قبل ما نبدأ نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أرأيكم بقى إن احنا نبدأ مع بعض في أول تنظيفات شهر رمضان الكريم، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. طبعا احنا مش هنقدر نعمل، لو مش هنقدر نعمل يعني تنظيفات كلها مرة واحدة، فهعمل معكم كل يوم ضرفة أو ضرفتين من ظرف المطبخ. دلوقتي أنا بفضي ظرف المطبخ علشان ابدا اشتغل فيهم. دي الضرفه عندي اللي انا لما فيها طبعا اطباقي، كوبايات، حاجات اللي ايدي دايما استعملها عليها. دي دايما اللي ايدي فيها، فديت اللي بتبقى ملانه من حاجاتي كلها. هتلاقي منها جميع الاشكال وجميع الالوان وجميع كل حاجه غريبه وعجيبه. وبصوا حاجات انا اتفاجئت اصلا ان هي موجوده في الضرفه ديت. آه، لو واحده زي كده مش هتقدر طبعا تعمل شغل المطبخ كله مع مره واحده. طبعا لو انت مطبخك كبير مش هتقدري، انا برضو نفس الحكايه، مطبخي كبير فانا مش هقدر اعمله كله مره واحده. فانا ابدا كل يوم نعمل مع بعض حاجه حاجه واحده. مره تعملي الظرف، مره هنعمل حاجات تانية، مره التلاجة، علشان طبعا ما تضغطيش على نفسك. تيجي على رمضان باذن الله تكوني مخلصه كل حاجه كده بالهداوه. افضل الظرف طبعا كلها، بس ايه رايكم في الكاسات الوردات ديتي؟ دول حاجات كده فخامه كده، بحبهم قوي. اي حاجه هتلاقوها عندكم في قلب الظرفه انا بحبها. ليه؟ لان انا اللي جايباها، مش جايب اموله. إيه صلوا على النبي واذكروا الله. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي تعليق حلو زي قلبكم كده، وتقولوا لي فيه تسلم ايدك يا اموله. انت طبعا هتبداي زي ما احنا كده، زي ما انا بدأت وبعمل معاكم كده. نبدأ نجهز نفسنا واحدة واحدة، علشان ان شاء الله هندخل على رمضان نبقى كلنا مستعدين للعبادة ولقراءة القرآن. يعني اليوم اصلا في رمضان بيبقى قصير، بيبقى قصير قوي بجد. انت بنصحى، احنا بننام بعد الفجر، بعد ما بنصلي الفجر وبنصحى على صلاة الظهر. انت ما شاء الله اللهم صل على النبي، بتلاقي اليوم طار هوا. يا دوبك دخلنا المطبخ عملنا حبة حاجات جاتنا نشوف، ما تعرفيش اليوم طار ازاي. والله ما بنلحق. يا دوبك هنبقى عايزين نخصص وقت ان احنا هننزل، ان احنا هنصحى طبعا من النوم، هنبدأ نطبخ، نبدأ نروق بيوتنا، نعمل حاجتنا، نخلص اللي ورانا. علشان انت هتيجي على المغرب هتكون كل حاجتك خلصها مخلصاها. هنخلص وهنرجع نعمل طبعا حاجة الفطار اللي طلعت، وبعد كده ننزل نصلي. وهنرجع من الصلاة لو ورانا حاجة تانية عايزة تتعمل، هنبدأ ان احنا نقعد نقرأ شوية طبعا في المصحف، ده اهم حاجة. هنقعد نذكر الله. ونصيحة مني ليكم لوجه الله، امنعوا مسلسلات رمضان. المسلسلات اللي عاوز يتفرج عليها يا جماعة هي بتتعاد كلها تاني بعد رمضان. ابقوا اتفرجوا عليها. انا عن نفسي والله والحمد لله والفضل لله، انا بقالي حوالي 8 سنين ما بتفرجش على مسلسلات في رمضان. يعني بصوا نادرا نادرا كده لو انا شفت لقطة او لقطتين او شدني حاجة ممكن ان انا اتفرج عليها. بس يعني مش مستمر ان انا بتفرج، يعني ممكن من مسلسل واحد اتفرج على منه بكتير ومشهدين 3. يعني انا مش متابعه. انا مش بلوم على حد ولا بلوم على اي حد يكون ان هو بيتفرج او كلام من ده. انا ولادي بيتفرجوا، مش بقول لكم لا، بس انا بتكلم عن نفسي. يعني خلينا احنا الناس اللي هم الزقنانين اللي زي حالاتي كده، احنا نتبع احنا للعباده، ومالناش دعوه بالشباب اللي لسه طالع دلوقتي، اللي هم منتبهين للتلفزيون يعني والحاجات ديت. بريت كتير، مش عارفه انا بقعد اتكلم كتير ليه، والله العظيم ما انا عارفه. المهم طبعا بدات ارص دلوقتي الضرفه بقى زي ما انتم شايفين كده. رأيكم بقى في الكوبايات والحاجات الحلوة بتاعتي دي؟ كل ده اختياري، اختياراتي عمرها ما دمرت حياتي. طالما انا اللي جايباها تبقى مش مدمرة حياتي. انا بعد ما عملت الشكل الاولاني نقلتهم تاني بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ان شاء الله باذن الله في يوم هعمل لكم في رص نيشة العروسة. هوريكم انا وانا برص النيشة كاملة من اولها لاخرها. هتنفعكم وهتستفادوا بها للعرايس باذن الله. انا في الحاجات ديتي ما عنديش يوم مرحميني. بص بقى، اعمليها وما تراجعيش من ورايا. عفوا. عفوا تاني. رأيكم بقى؟ بصوا انا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده بحط الحاجة. لو في اي حد عنده تعديل ان انا اغير اي حاجة قولوا لي. وخدوا بالكم انا كنت واقفة على كرسي السفرة، بس ما شاء الله عليا كنت طويلة طول. والله ما كنت طايلة، انا كنت شابة على صوابعي علشان طول الضرف. انا مش عارفة طالعة قصيرة لمين. المهم
بدأت احط، والحمد لله وانا بحط الحاجة دي قلت اجرب الضرفة هتتقفل ولا لا، قمت موقعة كاس منهم كسرة. سقفوا لي وقولوا لي الف 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 مبروك يا امولة على شطارتك. خلصت الضرفة الاولانية زي ما انتوا شفتوا، بدأت احط التانية. وبالنسبة للي انا حطاهم دول مش مفارش، دول اللي كانوا قماش عندي. بس انا يعني مسلفناهم كده وعاملاهم ان هم مفارش. بحسهم ماسكين اكتر من المفرش. المفرش بفضل لو انت خدت كوبايه او حاجه بيقوم طالع ببعضه. انا بعد ما خلصت حاجه انا لزقتهم بشمعه لزق. بعد ما خلصت الرص بتاعي انا لزقت الحروف كلها بشمعه لزق علشان علشان ما تقعش. جربوها برضو هتنفعكم برضو، فكره حلوه. وادي احنا كلنا بناخد افكار من بعض. وشفتوا الطبق الكبير دول، شفتوا كميه الاطباق الصغيره ديت اللي انا جايباها. والله دولت باين يجي 5 دست اطباق كتير قوي. انا عندي هوايه الاطباق الصغيره دي، والله ما عارفه ليه. شوفوا انا بعمل معاكم، بنعمل مع بعض كل التجارب. جربي واختاري وشوفي اللي مش عاجبك غيريه. احنا كلنا لازم نجرب مره واتنين وتلاته يعني. هو احنا هنعمل شكل واحد ازاي يعني؟ بعد ما انا خلصت انا بقى جبت الاطباق. انا حاكم الاطباق دي اطباق رمضان. انا لازم كل رمضان، كل دخلة رمضان يا رب قعدها الله علينا وعليكم بالخير، لازم اجيب اطباق جديدة لرمضان وكوبايات جديدة لرمضان وكل حاجة جديدة لرمضان. فعشان كده تلاقوا عندي فرط في الحاجات، فرط. بس ولادي بقى الله يا رب يبارك في عمرهم ويخليهم، عندهم فرط في كسر الكوبايات برضه. عندهم، انا عندي فرط في ان اجيب، وهم عندهم فرط في ان هم يكسروا. طبعا انا جيت احط المطابق الجديده اللي انا جايباها ديتي على شهر رمضان بقى. لقيت المكان صغير فحبيت اوسع زي ما انتم شايفين يعني كده ومتابعين معايا. وخلصت بقى طبعا الضرفه دي. قولوا لي بقى رايكم في الشكل النهائي. لو في اي تعديل قولوا لي، عدلي عليا يا اموله واعملي كذا. ولو الرست عجبكم اكتبوا لي، قولوا لي برافو عليكي يا اموله، تسلم ايدك، وتعملوا لي لايك حلو كده زيكم. تمام، قولوا لي تمام يا اموله. شوفوا والله عشت ايدي. انتوا شفتوا دلوقتي في الكوبايات وانا برصها، شفتوا الكوبايات الليله الكبيره؟ ما شفتوهاش. دخلت بقى على الضرفة التانية. الحماس كان بقى عندي ما شاء الله عليا. الحماس خدني، عملت الضرفتين دول وقعدت جنبهم، ما عدتش عملت حاجة، عملت كوباية شاي وبس على كده. وقلت كده الحمد لله يا رب ان انا خلصتهم. الضرفة دي طبعا انا سبتها لغاية ما بقت قذرة قذارة، ما بعدها قذارة، بس عشان اقدر اصور معاكم فيديو ونشوفها قبل وبعد. انا بفضيها طبعا. اعملوا نفسكم ما انتوش شايفين اي حاجه، اعملوا نفسكم ما انتوش شايفينها. وانا بغسل هنا دلوقتي الضرفه كنت شابه على صوابعي وعاوزه اطلع طول الضرفه من فوق مانيش عارفه، فقلت لهم اطلع اقف على الرخامه علشان اطول. اخر حل بقى قدامي، ما وقفتش بقى الحمد لله. ربنا كملها معايا بالستر وقدرت اكمل. فصلت الكاميرا وبدات اشيب بقى عشان اعرف اغسلها حلو من فوق. اذكروا الله وصلوا على رسول الله. وطبعا عايزين ندعي لاخواتنا في فلسطين وغزة ولبنان والسودان وسوريا وجميع الدول العربية، اللهم انصرهم نصر عزيزا مقتدر، اللهم امين. بعد ما خلصت بقى اهوتي ابدا ارجع بقى تاني كل حاجة زي ما كانت. الرف دوت انا اللي مغلفاه بالورق دوت، لان هو في يعني خربشات كتير، فانا مغلفاه كده منظره احلى. بدات بقى ان انا ارص حاجاتي بقى فيه، الزيت خلينا ماشيين واحده واحده. الطبق اللي هو دوت او السبت يعني، ده بلم فيه اي زيادات عندي من البهارات او حاجه. وهنعمل برضو ان شاء الله مع بعض فيديو لسه لتنظيم البهارات وتنظيم تنظيم حاجات تانية كتير ان شاء الله. استعدادات كتير هنعملها رمضان الفتره الجايه، هتريحك كتير وهتوفر عليكي وقت. انا بعد ما حطيت الحاجات ديت انا اشتلتها تاني. وقولوا لي بقى ديت احلى ولا اللي انا بحطها دلوقتي ديت احلى. دي طبعا الشعريه بتاعتي، وده كيس سكر واحد بس كان عندي مفيش الا هو. بس انا حطيته لكم عادي. وبدات بقى دي الاولانيه احلى ولا اللي فيها ولا التانية احلى؟ اكتبوا لي برضو في التعليقات. بدات بقى ارص بقيه الحاجات ديت زي ما انتم شايفين كده. واكتبوا لي بقى، قولوا لي رايكم ونشجع بعض كلنا. يلا وقولوا لي اللي احنا متعودين عليه. تسلم ايدك يا اموله. رايكم بقى، بوريكم ان النهايه كنت فرحانه قوي بالضرفه دي بعد ما خلصتها. لسه عندي مش هقول لكم كام ضرفه، بس هعملهم معاكم برضو ان شاء الله وهوريه لكم باذن الله. وقولوا لي يا امل يا اموله
انت خلاص بقى عرفتوا اسمي أمولة. قولولي عندك فرط في الكوبايات يا أمولة. ولسه ده في كوبايات كمان هوريها لكم. يلا استودعكم الله، دمتم في رعاية الله، مع ألف سلامة، وما تنسوش اشتراك للقناة.